كنا قاعدين بنتكلم وسمعت حد في الآخر بيقول أنا جربت أتعلم ألماني بس لقيت الموضوع صعب فوقفت. بعدين ما أتعلم دلوقتي ليه؟ أنا كان المفروض أتعلم من 5 سنين لما كان لسه طالع ترند بقى وكول سنتر أبو 35,000 ويلا نسافر والناس كل شوية تقعد وأنا بقلب على انستجرام أشوف حد بيشير الإكسبيرينس بتاعته. ده راحت عليا. لو أنت بتفكر بنفس المنتاليتي دي مبدئيا أحسن وقت كان ممكن تتعلم فيه فعلًا كان ساعتها، كان امبارح، لكن تاني أحسن وقت هو دلوقتي، وخلّي بالك أنت معاك يعني huge advantage في إيدك وأنت مش مقدّرها، وهي إن أنت دلوقتي تقدر الناس اللي كانت بتتعلم في 4 سنين وبتتعلم غلط، أنت ممكن تاخدها في سنة ونُص توصل B2 مرتاح، وتوصل صح أحسن ما توصل بسرعة، وهافضل أقولها Übung macht den Meister. أنا كان نفسي حد يقول لي الكلام ده وأنا باتعلم. Übung macht den Meister, practice makes perfect. وفي نفس الوقت clarity comes from action. هتفضل تايه، هتفضل مش عارف أنت كنت لحد ما تاخد action، وaction هو اللي بيcreate clarity. ويا سلام لو معاك حد متخصص coach يقدر يقول لك لأ امشي هنا، وbased on بقى مش يالّا شغل أكاديمي وبتاع، لأ based on إن يعني سيبك إن أنا مثلًا رُحت عِشت في ألمانيا أو سيبك إن أنا certified Kultus C1 أو بTesDAF، أنا إنسان زيي زيك صح؟ وعدّيت باللي أنت بتعدّي بيه دلوقتي صح، وقدرت أوصل يعني أنقل الknowledge بتاعتي لناس وأساعدهم فعلًا، لإن في دلوقتي اللي في München بيstudy الماسترز بتاعته هناك، في اللي نجح إنه يشتغل هنا في مصر، ودلوقتي في team leaders بيقبضوا يعني مبالغ 40 و50، في اللي قدر through بس الألماني ييجي له opportunity فظيعة وهو شغال هنا في مصر مثلًا في فودافون، يشتغل remotely في الفرع بتاعهم هناك بالألماني في نفس الfield بتاعه. طب ما الفرص موجودة أهي. لكن أحسن وقت كان ممكن فعلًا تبدأ فيه كان ساعتها، تاني أحسن وقت هو النهارده دلوقتي، ما تقعدش تتفرج على فيديوهات هاتعلم الألمانية في أسبوعين، اوصل للBitz في شهر، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حد كان غُلب، لو الكلام ده حقيقي ما كانش حد غُلب، خلاص، الفرخة لو أنت حطيتها 10 دقايق على أعلى حاجة في الفرن هتتحرق والّا يبقى طعمها حلو؟ ما نفس الفكرة، ما هي نفس الفكرة، الفرخة لمّا تيجي تحطها في الفرن مش لازم درجة معيّنة لمدة معيّنة عشان تطلع juicy كده وجميلة تتاكل، والّا يالّا ادّيها أعلى درجة حرارة تطلع لك مفحّمة أصلًا وما استوِتش من جوّه، نفس الفكرة أنت بتعمل كده في نفسك، اقفل على نفسك، كفاية إن أنت بتاخد من هنا material وهنا material وهنا material ويالّا عبّي له وادّي له، مش هتوصل لحاجة، لازم plan، routine، deadlines، community، dedication، وكمان أنت يعني حد يساعدك فيه أحسن بكتير من أنت تعمله لوحدك، وعلى فكرة سواء معانا أو مع حد تاني الكلام ده ليك، زكاة العلم نشره والseries دي كان اسمها كان نفسي، فعلًا كان نفسي حد يقول لي الكلام ده وأنا باتعلم، كانت تفرق معايا، فاهمني؟ بس، وفي free resources أنت مش محتاج حد يشرح لك على فكرة grammatic رِجل، القواعد مش هتخلّيك تتكلم، القواعد هي tool، لو أنا معايا tools، لو أنا سباك ومعايا مسامير عدة المفكات وبتاع، أنت ما بتعرفش تعمل سباكة، هتعرف تعمل سباكة؟ بلح، نفس الفكرة، ما هو ده اللي أنت بتعمله في نفسك، هو ده اللي أنت بتعمله في نفسك، الprofix في Python، ما فيش حاجة اسمها إن أنا يالّا عايزين material here ويالّا ادعي لنا ربنا ينجحنا، الامتحان ب10 ما كانش أكتر، يعني مش الفيديو ده شوف اتفرج عليه يا ابني، ما كانش أكتر. ما تستثمر وتدخل تدّي له من أول مرّة، تجيبه في شوال، بدل ما تقعد تدخل 2 و3 وفي الآخر ألاقي في الconsultation يا ده أنا دافع 40,000 في امتحانات ومش عارف أعدّي، طب بالراحة قُل لي واحدة، واحدة، أصل أنا باحفظ امتحانات، أصل أنا أصلًا حد قال لي إن أنا ممكن وأنا أروح أمتحن الB2 وأنجح، بيعدّوا الناس، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حد ما كانش حد غُلب، استثمر في نَفْسك، وعلى فكرة برضه هتلاقي في فيديوز عادي free على اليوتيوب بس ده مش customize لاحتياجاتك. الفكرة إن أنت الcoach ده بيدّيك زي ما قُلنا في حلقة كريستيانو رونالدو وكورسات الألماني، يالّا اعمل كذا بالطريقة الفلانية، لأ ده أنت عندك weakness في الشوطة الR2 طب ما تيجي أضبطها لك، فيديو ما بيقولكش الفيديو يقول لك يالّا شوط بوش رجلك، شُطت بوش رجلك ما بتجيش جون، فتفضل تتفرج على فيديوز؟ براحتك، بس يعني أتمنى الgoal يبقى وصل لك وما تنساش
U-Boot-Meister. ما تنساش برضه تتفرّج على series ألماني في الرغيف لو بتدوّر على الريجل مشروحة في دقيقتين 3. مش عيب إن أنت ما تبقاش عارف، لا عيب إن أنت تفضل مش عارف. عيب إن أنت توصل Bits 5 لسه بتلخبط في الأكوزاتيف والداتيف. عيب إن أنت لسه مش عارف تعمل interactive حاجة. مش عيب إن أنت ما تبقاش عارف أو مش موضوع شرح الموضوع صعب. أنا باشرح بطريقة كان نفسي حد يشرح لي بالطريقة دي. هاروح أتفرّج على الفيديوز بس. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.